تدرب من الآن على قيام الليل، عشان لما تيجي في رمضان تقدر تقف وتقدر تصلي بجزء أو جزئين أو أكثر. أنا مش عايزك تروح مسجد من المساجد إياها دي أو الأئمة إياهم دول اللي يجي قايل الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، وتلاقيه مخلص الصلاة كلها. عايزك تروح مسجد تتدبر فيه القرآن، ويروح للمسجد ويصلي ورا الإمام. وممكن يا أخي الإمام أقول لك يصلي بإيه؟ يصلي زي ما الناس بيقولوا كده بسورة الكوثر على ركعتين، وبعد ما يخلص يقول له يا شيخ من أما الناس فليخفف. كان الشيخ كشك رحمه الله بيقول إيه؟ إنه واحد واقف يصلي بالناس وعايز يخلص بسرعة، فبيقرأ سورة المائدة، فبدأ يقول ومن الذين قالوا، وجه قايل الله أكبر. جه في الركعة الثانية وقال إنا نصارى الله أكبر. تصور إنا نصارى وبعدها الله أكبر. الشيخ كشك قال له يا ابني طب لما أنتوا نصارى بتصلبنا ليه؟ طبعا المعنى بقى تفهمه أنت، تصلي بنا أو تصلبنا يعني. فيعني أنا لا أريدك أن تفعل هذا أبدا.